السلام عليكم، صحة رمضانكم، صحة فطوركم، ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله. مرحبا بكم في قناتي، نورتوها بوجودكم، إن شاء الله تعجبكم وتستفادوا منها. جيتكم روتيني اليوم الثاني من رمضان، ما شاركتكمش اليوم الأول من رمضان كيف عقبتوا. كان عندي ظروف، كنت مريضة ما قدرتش. شاركتكم اليوم روتين اليوم الثاني إن شاء الله يعجبكم بعض الوصفات واش درت. كما تعرفون ما نكثروش بزاف وصفات نديرو واش ناكلو برك ما نكثروش باش ما نرميوش. هنايا النهار الأول كنت ما درتش طاجين الحلو، ما كنتش قادرة، خليته غدوة هذيك ودرتو مورفا أنا نوجدو نهار من قبل. أنا الطريقة تاعي كيفاه ندير طاجين الحلو، نجيب الفواكه الجافة اللي عندي واش عندكم كامل، ديروها كيلة، ومن بعد نزيدو نديرو بنفس الكيلة نديرو كيلة تاع السكر. أنا نقص شوية ما نديرش كيلة قد تاع السكر، نقص شوية ما نحبش حاجة تكون حلوة بزاف. نديرو كيلة تاع السكر بزوج كيلات تاع ما، نديرو عود تاع قرفة وزوج نجمة الأرض. نخليوهم يغليو واحد 5 دقايق 10 دقايق باش يذوب هذاك السكر، ومن بعد نحطو. أنايا هنا كنت ما وجدتش التفاح من قبل، أنا حضرته في نفس النهار في مع كلش. بعد ما غلى لي هذاك السكر ذاب لي 5 دقايق نلوح عندي هكا كمية تاع تفاح باش نزين به الطاجين الحلو تاعي. درتو خليته يطيب واحد 10 دقايق ربع ساعة باش ما يطيبلكمش بزاف، مي يحكم هذاك الشكل تاعو. خليته يطيب ومن بعد نحيته ولُحت لُحت المشماش والزبيب وخليتهم يطيبوا. وبعد ما يكونوا شلناهم مليح بالما سخون، وهذيك العينة نشبخوها مليح في الما السخون، الما يغلي باش ما تطلقناش هذيك الكحولية ومن بعد في لاصوص. هنايا كنت درت شوربة، ما شاركتكمش الوصفة، حضّرتها. وهنايا درت الحميص، يدهنا ويدهنا كما تعرفوا في رمضان. وكنت ما ندخلش بكري ما ندخلش بكري باش نوجد الفطور، ما ندخلش حتى 3:30 هكاك. وكان كلش ما عنديش كيما قلت لكم النهار من قبل ما درتش حاجة هكا كبيرة. آآ ما درتش حاجة كبيرة، ورُحت النهار هذا درت شوربة ودرت الحميص، درت طاجين الحلو ودرت البطبوط. هنايا راني هنايا الزوج راهو يعاون فيا. اليوم قال لي خليني نعاونك في الكوزينة نشوف بغى يعاوني. هذاك كما تعرفون يوم الثاني تاع رمضان كان يوم الجمعة. آه، قلت له معليش تفضل عاوني. هنايا عاوني نقى لي هذاك الفلفل بعد ما تشوى، وزاد دار لي من بعد زاد قصّو وزاد وجدو جا هايل جا حار. شهيتكم في الجنة والله غير جا بزاف بنين وجا حار. هنايا وجدو معايا، ومن بعد وأنا كنت ندير في حوايج وحدوخرين. كما تعرفوا في رمضان عندنا بزاف الشغل، الكوزينة تدينا بزاف الوقت. وكما قلت لكم ما كنتش دخلت بكري الكوزينة. آآ هاكا كيعاوني والله نقّص عليَّ بزاف. إن شاء الله يكونوا حفّزوا أزواجكم يعاونوكم في الكوزينة باش ينقصوا عليكم. أنا هنايا بعد ما أنا هنا ما دارلهمش ما دارش طماطم، دار ثوم ودار كزبر ودار زيت زيتون، جات هايلة جات بنينة. كثروا لها شوية ثوم وشوية زيت زيتون باش تجيكم هايلة. هذا الحبيص ما يطيبش هكا وديروها في الفريجيدار ويوجد يجي هايل يجي بنين. نخلطو مليح والملح ما تنساوش الملح. هنا كيما قلت لكم طاجين الحلو بعد ما درت هذاك التفاح خليته يطاب، ومن بعد لوحت هذاك المشماش بالزبيب خليتهم يطيبوا مليح. كيما تعرفوا العينة ما فيهاش الروح اللي هي الطيب. كي يطيبوا هادو كامل ونلوح هذاك العينة كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقة. وشوفوا لاصوص كيفاه جات دمعة. آآ كيما قلت لكم هذيك العينة ديروها في الماء السخون يغلي باش باش ما تطلقلكمش هذيك الكحولية. هنايا عجينة البطبوط ما شاركتكمش كيفاه درتها كيما قلت لكم. كان ما عنديش الوقت، الزوج كان يعاون فيا.
هو اللي كان عجنني العجينة، نعطيها لكم على السريع. 2 كيلات تاع فرينة بكيلة تاع السميد يكون رطب، بغرفة خميرة والملح وشوية سكر، ونلموها بالما يكون دافي حتى تحصلوا على عجينة طرية، ومن بعد نخلوها تخمر. وهنايا أنا اللي رحت طيبتها، كنت كملت شغلي قلت خلي أنا اللي نطيب. يجوكم هكا يتنفخوا. كاينين واحد أخرين هكا يوجدوا هاد البطبوط قبل ويديروه في الفريجيدار. نهار يسحقوا يبداو يجبدوا الكمية. أنا ما نحبش بزاف المجمد، نحب كل حاجة تكون فريشكا. وجدتهم في نفس النهار. نوجدوا غير حاجة اللي لازمة ما عندناش، اللي تدي الوقت بزاف، واللي ما اللي خدامة الله غالب ما ولا عندها اللي تربي ولا ما عندهاش الوقت تقدر توجد. كل واحد وظروفها، كل واحدة واش تحب. أنا ما نحبش نوجد حاجة تاع فيجيتير بزاف. كيما قلت لكم وجدتهم طيبتهم كامل حتى يديو هكا لون. يطيبوا ويتنفخوا لكم. نكمّل كامل وجدهم. وهنا الحشو عطيتكم واحد الحشو اقتصادي وبنين بزاف بزاف، ساهل يوجد في وقفة، ما يديكمش بزاف الوقت. حاجة سهلة تاع المرأة اللي تكون خدامة. توجد هاد الوصفات في وقفة. هنايا الشوربة تاعي بعد ما طابت أنا هنايا ما درتش فريك، درت شوربة مقطفة تجي هايلة. قُلت اليوم ندير شوربة مقطفة، وغدوة إن شاء الله ندير شوربة فريك. أنا في رمضان نحب الشوربة فريك بزاف مع المطلوع والحميص الله الله. هنايا وجدت هذيك الشوربة خليتها تكمل طيب. وهنايا هذاك الحشو تاع البطبوط واش نحتاجو فيه. نجيبو هكا حبات تاع بطاطا نقطعوهم هكا قطع صغيرة، نقليوهم. ونزيدو هنايا نديرو علبة تاع طون يكون تاع الزيت. الزيتون يكون مقطع زيتون خضر. بغرفة تاع فرماج وغرفة تاع مايونيز. اللي ما يحبش مايونيز يقدر يدير فرماج برك. ونخلطو كامل هذوك المكونات مليح مليح مع بعضاهم. اللي يحب يزيد المايز، اللي يحب يزيد كورنيش، وكل واحد واش يحب. أنا اكتفيت بهادو واش عندي في الدار. وصفة بزاف هايلة وحشو لذيذ بزاف، إن شاء الله تجربوه. نخلطوا كامل هذوك المكونات جيدا ونبداو نحشيو هذوك البطبوطات تاوعنا ويكونوا واجدين. حاجة سهلة وما تديناش الوقت. هكا نبدلو كل نهار. واش نديرو نهار نديرو بوراك، نهار نديرو مملحات، نهار نديرو بطبوط. كل نهار واش نحبو نديرو. ان شاء الله هي تعجبكم الوصفة سهلة تفرحوا بهم. هكا نفكروا بعضانا واش نطيبوا. كما تعرفوا رانا ننساو واش آه، يكون عندنا كلش في الدار بصح ننساو واش نطيبوا. هكا نفكروا بعضانا بالوصفات اقتصاديين ويكونوا بنان. نحشيوهم كيما هكا بهذه الطريقة. اللي تحب تزيد هكا ورقة تاع سلطة تجي هايلة. أنا حشيتهم هكا كيما بهذه الطريقة جاو بزاف هايلين. قبل ما ننسى هاذوك البطبوط بعد ما طيبوهم، كل ما طيبوا غطيوهم هكا بالسيرفيات باش ما يشيحولكمش. إذا خليتوهم هكاك على الهوا راهم يشيحولكم ما يجوكمش ملاح. أنا كما راكم تشوفوا حشيتهم هكا بهذه الطريقة. نكمل نحشيهم كامل بنفس الطريقة. ونقدموه في صحن هكا بتزيين بسيط. اللي تحب دير هكا زيتون، تحب دير سلطة من التحت. نتوما تزينوا الطاولة تاعكم كيما تحبوا. قولوا لي واش راكم طيبوا، واش درتوا، واش دار فيكم رمضان. ان شاء الله تكونوا صمتوا بالصحة والهنا. ان شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ان شاء الله. آه، كما تعرفوا رمضان يجينا خطرة في العام. آه، ما تضيعوش الفرصة. اغتنموها في العبادات وفي الصلاة في قراءة القرآن، خاصة قراءة القرآن. الماكلة رانا ناكلو على العام كامل. الصلاة والوقت هذا إذا فات شحال العام الجاي ما نعرفو نكونو ولا ما نكونوش. ما تضيعوش الوقت. آآ كاينين بزاف نسا يبداو يتبعوا في المسلسلات.
ما فيه حتى فايدة. المسلسل صح نحبّو نتفرّجوا له، بصح المسلسل نقدروا نتفرّجوه ورا رمضان، بصح رمضان ويجينا خطرة ما يتعوّضش. الوقت هذا ما يتعوّضش خلاص. المسلسل كي يكون عندنا وقت ورا رمضان نقعدوا ون ونتفرّجوا إن شاء الله. دوكا نشارككم بطاولة واش حضّرت في طاولة الإفطار تاعي تاع نهار اليوم، طاولة بسيطة وراقية في نفس الوقت. حضّرت أطباق ناكلوهم ويكونوا بنان، ما نضيّعوش. إن شاء الله يعجبكم روتين تاع نهار اليوم أو وصفات تاع نهار اليوم، نشاركوا بعضانا ونفكروا بعضانا إن شاء الله. هذه هي الطاولة تاعي بسيطة وراقية في نفس الوقت وجاية بزاف بنينة. درت شوربة مقطفة وطاجين الحلو ودرت درت البطبوط. هذه هي الوصفة تاعي تاع نهار اليوم. درت هذا خدمته في الدار، أنا ما نحبش الكازوس تاع البرا، ندير هكا يجي طبيعي في الدار يجي بنين وحاجة صحية وحاجة بنينة. هذا هو فيديو تاع نهار اليوم، إن شاء الله يعجبكم ونتلاقوا في فيديوهات أخرى إن شاء الله. وربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وصحة فطوركم وصحة صحة سحوركم. نتلاقوا في فيديوهات القادمة إن شاء الله. إن شاء الله غدوة نشارككم بالفيديو تاع روتين اليوم الثالث من رمضان واش حضرت فيه إن شاء الله. إلى اللقاء.